السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. سنة جديدة سعيدة إن شاء الله. النهاردة هاخدكم لرحلة لموقع شي إن، وهنشوف فيها بقى حاجات حلوة للبيت، للعرايس، لأي حاجة. هنا هتفتكري كل حاجة. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة طبعا كلكم عارفين المفرش اللي هو بتاع الخبز ده، موجود عند ناس كتير جدا. أنا بصراحة أول حاجة عجبتني علشان هو مقسم لدوائر كده، مسافات ممكن استخدمها في أي حاجة تلزمني، في مقاسات بالبوصة على الجنبين والسنتي، فده ممكن ينفعني برضو في أي شغل أنا بحب أشتغله. فلقيتها عملية جدا، حبيت إن أنا اجيبها بدل ما الف في المحلات، اجيب اللي نفسي فيه. دي طبعا السله اللي هي بتبقى نحط فيها سلك، لو في صابون مثلا، او بتستخدمي فيها الليفه اللي بنغسل بيها عادي. المهم منظر انيق كده في الحوض، بتعلقيها وتحطي فيها، حتى ممكن مش لازم الليفه والحاجات دي، ممكن تحطي فيها اي حاجات عايزه تعلقيها كده عند الحوض بتستخدميها. هي المنظر عجبني وشكلها شيك وحلو كده. ولها من تحت خرام كده، فما تخليش اي حاجة تترسب. برضو عجبني جدا الفرشة، انا ما بستغناش ابدا عن الفرشة دي. بالاضافة الى الجمال واللمسات الرقيقة بتاعتها، الوردة الحلوة الجميلة دي. فانا كده بجمع بين حاجتين، الشكل الانيق والجمال وتزيين الحوض، والفرشه طبعا بتشيلي بيها اي حاجه تترسب في المقلايه في الحله. لما بتنقعيها بشويه ميه وتنضفي كده، بتساعد معاكي، سهله جدا. تنضفي اي حاجات في كوبايه، في اي حاجه ممكن على طول بيها تنضفي. نيجي بقى للحاجات المهمه قوي، وخلي بالكم معايا في الحته دي، اللي عندهم القلايه الهوائيه. طبعا من ضمن برضو المكونات اللي بتكون منها القلاية الهوائية، اللي هي صينية الكب كيك دي، مكونة أو مصنوعة من السيليكون 100%، اللي هو صالح للطعام. كلكم عارفينها طبعا، بنستخدمها في الفرن أو عندنا في على مسافة عالية من النار. طبعا دي برضو الشبكة دي اللي هي او المفرش سيليكون، بيبقى فيه فتحات كده للتهوية علشان يقدر ان هو يوزع درجة الحرارة. ودي سلة تانية، طبعا دي بتبقى محطوطة تحت. ممكن استخدم التانية اللي هي الشبكية دي علشان اعمل اتنين في نفس الوقت. ممكن تحطي تحت في دي البطاطس مثلا، وفوق الفراخ البانيه، فاستغل الوقت. زي ما انتم شايفين منظرها انيق جدا وجميلة ومشرشرة من بره، هي شكلها حلو، من جوه في خطوط كده عشان توزع درجة الحرارة برضو، ولها يد ممكن تقلبيها على الجهة التانية وتديكي مساحة اكبر، تحط فيها كمية اكتر. في نفس الوقت كل المواد دي مصنوعة من السيليكون، اللي هو معمول علشان الطعام طبعا ما بتلزقش، وبتتحمل درجات الحرارة العالية. ممكن تستخدميها في الفرن، وممكن تستخدميها في الميكروويف. كل الحاجات دي تستخدم في الميكروويف والفرن، بس مش على النار بتاعت الشواية، بيبقى النار اللي تحت طبعا. ودي صينية تانية برضو انا جبتها، عجبني لونها، عجبني ان انا ممكن استغل برضو ان انا اعمل هنا زي ما انت شايفة كده فرخة كاملة. ممكن تاخد فرخة كاملة والتانية فيها الخضار، بدل ما اشيل واحط كده، انا اعملها جاهزة كده وشكلها انيق جدا، والالوان. وبرضو بتقلبيها وتديكي ممكن تعملي فيها البيتزا، ممكن تحط خضروات، اي مخبوزات. ودي طبعا الاسباتيولا، انتوا كلكم عارفينها طبعا. هنا الجنب ده عجبني انها تلمي بيها اي اكل، والتانية الجهة التانية ممكن تقلبي. طبعا انا كنت عايزة اجيب الكبيرة، بس للأسف طلع فيه مقاسات، وطبعا جبت الصغيرة. المرة الجاية بقى اجيب الكبيرة. نيجي بقى للحاجة المهمة جدا يا جماعة، اللي هي بتتحط على البوتاجاز. طبعا كلنا ورق الفويل دلوقتي بقى غالي، وطبعا الواحد ما بيستغناش كل شوية يحط ورق ويشيل ورق. لا، النوع ده بقى جميل جدا، بيتحمل درجات الحرارة برضو العالية. عاملين فيه فتحات كده علشان تدخلي العين بتاعة البوتاجاز اي مقاسات. طبعا انا اخترت نوع البوتاجاز اللي هو بيبقى فيه عين في النص، انا عندي 5 عيون، اللي في النص مدورة، فانا اخترت بالنسبة لي كده. في طبعا عندك اشكال كتير، تقدري تختاري بقى حسب نوع البوتاجاز بتاعك، سواء كانت في النص
مدورة او اللي هي الشواية كده الطويلة، في كل الاشكال. المهم الموقع ده بصراحة يعني انتي مش هتطلعي منه الا لما هتشتري كل مستلزمات بيتك. طبعا الفيديو طويل، فانا في حاجات تانية لسه هعملها لكم في فيديو جاي. طبعا سهلة زي ما انا بقول لك اهوت، بتغسليها بالصابون بالفرشة حتى او اي حاجة، بتتغسل وبتستحمل، ما بتتقطعش، من نوع سميك ويتحمل درجات الحرارة العالية. طيب نيجي بقى للحلاوة والشياكة والأناقة اللي هي فوط المطبخ بتاعت الإيد. طبعا أنا عندي 4 هم، هحط 2 جنب الحوض بتاع المطبخ و2 هاخدهم عند الحوض بتاع اليد اللي هو في الحمام. زي ما انت شايفة كده الخامة بتاعتها جميلة جدا، ملساء قطيفة كده شوية، ولها تعليقة كده تعلقي منها. زي ما انت شايفة كده بتاخد اشكال كرتونية، الشكل والاناقة والجمال، تنفع للاولاد قوي يحبوا ينشفوا ايديهم. ممكن تحطيها كمان جنب الغسالة، هي بصراحة اناقة وجمال وشياكة. فيعني لو العرايس كده يبصوا معانا في اشكال كتير قوي ممكن يجيبوها، ويخلوا المطبخ بتاعهم جميل، والواحد كده يخش يطبخ وهو نفسه مفتوح. طبعا هحط لك فوق اهو اشكال، في اشكال كتير وكلهم خامات ممتازة جدا. في كمان يا جماعة برضو من الحاجات المهمة عندك في البيت اللي هي ادوات بقى الغسالة بتاعة الهدوم. طبعا احنا عندنا الحمام، ادوات جبتها للحمام وادوات لغسالة الهدوم. غسالة الملابس بتاعتي جايبة هنا ده نوعين، دول علشان يحافظوا على الالوان. لما تغسلي مجموعة الوان مع بعض ما يعملوش، ما يبهتوش مع بعض. يعني دي ممكن تنفع حتى لطلبة الجامعة، الهدوم كده تطلع ما فيش اي حاجة تبهت خالص، وكل واحد محتفظ بلونه. بصراحة بتطلع الالوان في منتهى الجمال، ما فيش اي لون بيتأثر، هي بتسحب الالوان الزيادة بحيث انها ما تروحش على الهدوم التانية. يعني ممكن تغسلي ابيض في لبني في اصفر، كله وهيطلع كله بنفس النظافة. ينفع جدا قوي في هدوم الخروج طبعا اكيد، والولاد في الجامعة هينفعهم جدا. نيجي بقى دي الليفة اللهلوبة بتاعتي. الليفة دي 3 قطع جايبينها. دي بقى بصراحة تستخدميها في حاجات كتير، انا يمكن استخدمت واحدة اهو. زي ما انت شايفة المقلاية لما بيترسب حاجات شفاط، عشان تعملي بالشفاط طبعا في اماكن بتبقى جوه دي ممكن تقصي حتة وتخليها دايما للاماكن دي، نحطلك حتى صورتها. ادي يا ستي الحاجات اللي هي بتساعدك في المطبخ. نيجي في الغسالة بقى الاوتوماتيك، دي بقى الكرات دي اللي بتساعد قوي في تجفيف الملابس، بتنظفها. الكرات دي على شكل القطة، طبعا معمولة من مدورة علشان ما تحتكش بالملابس تأثر عليها. بالإضافة لأنها بتساعد على تنظيف الملابس، لما بتقعد تلف معاهم والصابون وكده بتنظف الملابس. هي أصلا بقى علشان تجميع الشعر زي ما أنا بوريكي كده. لو عندك حيوانات أليفة، قط، كلب، حاجات من دي، بيبقى فيه شعر كده ممكن يترسب على الهدوم، فدي بقى بتلمهم. وبرضو من خلال تجربتي تعملي كرة من ورق الفويل، كرة وتحطيها مع دول، هيطلع الهدوم كأنك ما استعملتهاش اصلا. بصراحة يعني من الاستخدام الكرات دي بتساعد على النظافة وبتخلي الهدوم تتفرد ما تبقاش تتكرمش. برضو من انواع التنظيف برضو عشان الشعر وتلم الشعر واي شوائب في الهدوم بتاعة الخروج، خصوصا الالوان الغامقة دي بقى ممكن تاخديها معاكي في شنطتك في اي وقت كده حبيت تنضفي كده الكم كتف اي حاجة. ودي برضو نفس الكلام، بس دي على كبير شوية. دي ممكن تبقى بقى في البيت بقى تنظف البدلة اي حاجة من اي شوائب فيها. فبصراحة ادوات النظافة دي انا مستغناش عنها، ومش هقعد الف في المحلات بقى عشان اجيبها. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك بقى وتعليق حلو محفز كده. ولو كده الفيديو يستحق انه يتشير شيريه، خلي اصحابك يستفادوا ويجيبوا حاجات لبيتهم. لسه بقى عندنا الحاجات بتاعت اناقة الحمام ونظافته. ندخل بقى، انا جايبه هنا نوعين
ندخل بقى على الحلاوة كلها. انتي جيبيه بقى باللون بتاع الحمام بتاعك ده، اللون السماوي اللي انا جايباه دي، عبارة عن قطعتين زي ما انت شايفة كده. ممكن تعلقيها، انا حاطة صورتها، تعلقيها على جنب او تحطيها في اي مكان تقدري تثبتيها فيه. طبعا هي بثلاث قطع، القاعدة دي اللي بيتحطوا فيها، واهي دي بتشال بقى الجزء المطاطي ده عشان ينفع طري يقدر يدخل في الاماكن اللي انت بتقدريش تطوليها، وبينضفها تنظيف جيد طبعا مع المنظف بتاع الحمام المطهر. فطبعا كمان ده شكل حلو جديد احسن من الفرش بتاعتنا النظام القديم بقى، اللي هي الفرشة المنكوشة دي. دي عجبتني بقى كده شياكتها واناقتها. نبتدي نستغنى عن الحاجات القديمة ونجدد ونعمل اناقة. دي طبعا الفرشة دي بتنظف برضو الاماكن الصعب ان انت توصلي لها، فبصراحة دي عجبتني جدا. في كمان الفرشة الحلوة اللهلوبة الجميلة العسل اللي على شكل البطوط، اللي هو دولاند داك دوت. طبعا هي قطعة واحدة بس، وبتتحط في الجراب بتاعها. زي ما انت شايفة الايد جميلة واللون كمان جميل قوي. برضو دي أناقة في الحمام وجمال الواحد يحب يشوف كده كل حاجة منظمة. ما تجيبيش الفرشة بقى بتاعت زمان زي ما انت شايفة كده. حاطين عينتين اهوت عشان البطوط. دي الفرشة اللي هتنضفي بيها قاعدة الحمام، والحتت دي الأماكن اللي هي بتبقى الغويطة اللي انت مش بتقدري توصلي لها. ممكن بقى هي لها من جزء من ورا بنعلقه منها زي ما انت شايفه. الجزء ده خشن كده والجزء ده علشان ننظف. فبصراحه نظافتها حلوه جدا وفي نفس الوقت شكلها شيك. طبعا دي رجلين البطوط، وبتفتحيها كده وبعد ما تغسليها كويس وتحطيها وتعلقيها. هي لها مكان ورا في حاجه كده بتتعلق وتلزقيها في الحيط في المكان جنب الحمام زي ما انت عايزه. طبعا كل دي حاجات جميلة للحمام. نيجي بقى لينا احنا. زي ما انت شايفة كده دي فرشاة الاخطبوط لتنظيف الوجه، ودي بتزيل البثور اللي بتبقى في الوش، اي زوائد كده والزيوت ومطرح المكياج واي شوائب. هي الفرشة دي بتشيلها، وبنحط فيها المنظف بتاع الوجه في المكان ده. وزي ما قلنا بتمنع شكل، طبعا دي شكل الاخطبوط يا جماعه، ادي العينين والبق اهو، ودي زي الرجلين. دي طبعا انا هحط لك صورتها برضو على طريقه استخدامها. ودي زي ما قلت بتشيل بقى، ما تخليش فيه رواسب، فبالتالي ما يبقاش فيه انسداد في المسام، وطبعا ما يتكونش رؤوس سودا ويبقى الوش منور زي ما انت شايفه. انا حاطه لك الصوره اهي. طبعا دي بتخلي البشرة جميلة جدا ونظيفة جدا، وخصوصا الوجه طبعا. فهي وكمان هي تعتبر أداة تقشير، تقشر وتشيل أي جلد ميت في الوش ومطرح المكياج والكلام ده بصراحة، وبتدي تدليك للوش كمان زي المساج كده يا جماعة. دي بقى تنفع قوي قوي للاولاد الصغيرين جامد جدا، لانها بتنظف الجسم كويس جدا، وفي نفس الوقت ما تحتاجيش بقى زي الليفه العاديه ان انت تقعدي تعملي في جسم الطفل وهو بقى اصلا ما بقاش مستحمل. انا حاطه لك الصوره اهي للاطفال، بتبليها كويس قوي قوي وتحطي بقى عليها الصابون. ودي بقى برضو بقى بتشيل جسم الميت، الجلد الميت من الجسم. طبعا احنا عارفين ان في جلد ميت بيبقى طبقات كده في الجسم، لما نيجي نستحمى بيتشال مع الليفة العادية. طبعا دي اقوى وفي نفس الوقت بتدي نعومة للجلد، وبتشيل اي زوائد او شوائب موجودة. طبعا دي بتستخدم عدة مرات. المهم تغسليها كويس وتشيليها عشان تنشف. نيجي بقى للعسلات الحلوين الطعمين دول. انا هجيب المرة الجاية في الحاجات اللي انا اشتريتها بقى، فوط العرايس
وفوط للبنانيت الحلوين والبشاكير والحاجات الحلوة. ان شاء الله استنوني الفيديو الجاي. هتشوفوا بقى تشكيلة الفوط الجديدة والبشكير وبورنوس الحمام وكل الحاجات دي، وحاجة العرايس وحاجة البنات والحاجة لينا، حتى احنا مستخدمين الفوط وحاجات غطاء الرأس. كل الحاجات دي هجيبها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما يعني هو انا استكفيت بالجزء ده، وعلى اساس ان انتي طبعا كده كفاية قوي، والفيديو الجاي نكمل، والملابس والعبايات كل الحاجات دي ان شاء الله هنشوفها في الفيديو الجاي. عايز تستفسري عنها يا ريت تكتبي لي في التعليقات، وهرد عليكي وافهمك كل حاجة وطريقة الشراء وكل الحاجات دي، طبعا مع كل جديد مع ماما دودي.